عارفين ان الله خبى عننا حاجات كتير هتحصل في سفر الرؤيا؟ سفر الرؤيا هو السفر اللي الله بيكشف لنا فيه عن ايه اللي هيحصل بالظبط في الايام الاخيره، واللي كتب سفر الرؤيا هو ماري يوحنا الحبيب، واللي الله كشف له عن كل الاحداث اللي هتحصل في الايام الاخيره. وساعتها الله قال ليوحنا سجل واكتب كل حاجه انت هتشوفها، ولكن في الحقيقه مش ده اللي حصل. فهنلاقي ان الله جه عند حاجات معينه حصلت وراح قايل ليوحنا استنى هنا ما تكتبش اللي هيحصل. ففي سفر الرؤيا وتحديدا الاصحاح العاشر لما كانت الرعود بتتكلم جه يوحنا بسرعه يكتب اللي بتقوله، وساعتها الله قال له اختم على ما تكلمت به الرعود السبعه ولا تكتبه. وفعلا يوحنا ما كتبش اللي حصل ولا ايه الكلام اللي اتقال، والله اخفى الحاجات دي خوف من انه يحصل لنا ذعر من اللي اتقال، وعلشان كده قال ليوحنا ما تكتبش اللي بيتقال. كمان الرعود اللي اتكلمت قالت حاجات واسرار ما تخصش البشر، حاجات خاصه بعالم الارواح ورسائل لابليس واعوانه، ولان دي حاجات ما تهمناش احنا كبشر ومش ضروريه لخلاصنا فالله اخفاها عننا. فاللي ذكره الهنا في سفر الرؤيا هي الحاجات اللي تخص خلاص الانسان وبس، ولما يقراه تكون دافع ليه انه يتوب ويرجع مره تاني لربنا.